المحكمة الدولية تتطلع يعني شافت حيثيات بيراميدز تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية زكربران ايه؟ اصل احنا ما خدناهاش دي خالص. هي انجليزي على النعمه ما عدت في اي كلمه المنيله دي. طب مش يلا شوت اهو لسه شوت اهو داخلين الماتش. كلنا فرحنا امال الجون جه في مين؟ منورنا حبيبي. حبيبك اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. تمام. انت لسه عريس جديد باين مش كده؟ من 3 شهور كده. 3 شهور كده اتجوزت من 3 شهور. عندك اولاد؟ 3 شهور. قلت له عندك عيال؟ هو فاكره ارنب؟ بترد بس منورنا اهو. انتوا اللي منورين والله. ربنا يخليك. المشاكس المشاغب الجلاد القناص هو في البيت كده برضه ولا يعني احكي لي يعني؟ لا والله ده هادي خالص خالص. انت عندك اولاد؟ اه عندك ايه؟ عندي مراد. مراد ده ولد؟ انت عمال تكسب 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 والمكسب بيجيب مكسب والبطوله بتجيب بطوله. اهو طول ما الناس بتنبر في قلب الحاجه بتبوظ وبتتنزل. المشروع فشل. الزمالك يقدر يجدد يجيب ميسي نفسه. طب ما جابش ليه؟ وربنا لو عايز يجيب ميسي هيجيبه. وربنا المعبود. انا اعتقد لو الراجل اللي بيدعم النادي عايز يجيب ميسي اللي هيجيبه. وبعدين ميسي تعمله بيه ايه؟ ما انا بقول لك هو لو حابب يجيبه هيجيبه. بتتكلم في ايه؟ لا واسعه دي شويه. لا مش واسعه ليه؟ ايه اللي وسعها بس؟ يا جدع انت انا عايز فرقه وتقول لي اجيب ميسي. انا بقول الحشيش تمام حاجه قوي زي الفل يا سيدي الناس. ربما تكون هذه الصفقة الكبرى اللي بيجهزها جون ادوارد بالتنسيق مع ممدوح عباس هي مصطفى محمد، وقد تكون لاعب اخر او تكون صفقة من النوع الكبير. ممكن يكون المهاجم فينيسيوس البرازيلي، عشان تبقى حضرتك الكلام واضح. يا اما فينيسيوس البرازيلي يا اما الاناكوندا مصطفى محمد. صفقة الموسم في الزمالك يجهزها جون ادوارد على نار هادية. يعني انا ابن نادي الزمالك وراجل متربي جوه نادي الزمالك من وانا عندي 8 سنين، وراجل في عز ما انا كنت بلعب في اوروبا كان دايما حلمي ان انا ارجع الزمالك وانهي حياتي في الزمالك. اتمنى يا كابتن سيف ان ماده الزمالك تدرس في المدارس الاجيال الجايه تتعلم ماده الزمالك. الاستاذ ناصر الخليفي هو رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس شركه الاستثمار الرياضيه القطريه، رئيس رابطه الانديه الاوروبيه، وانا شايف ان وجوده هيبقى مكسب لشركه الكره في نادي الزمالك حسب التسريبات اللي صدرت حتى الان ان هو هيتولى شركه دعم وشركه كره القدم ودعمها في المرحله القادمه، ودي لو تمت هيبقى صفقه كبيره بالنسبه للزمالك. ناصر الخليفي حضراتكم مشهود له بالكفاءه في اداره الامور الرياضيه. يا عم انت مبرشم ولا في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ دارس ايه انت؟ بتقول ايه انت؟ ناصر منسي في الولايات المتحده الامريكيه. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. هتقول يلا إزاي يا عم ده بيتجوز؟ إزاي راح الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا حضرتك، ناصر منسي صاحب طريقة احتفال بالأهداف، هو صاحبها، هو صاحب الترند، هو صاحب هذه الاحتفالية. لما سجل هدف في النادي الأهلي ونام كده أهو على كفيه، دي احتفالية ناصر منسي. هتقولي طب إيه اللي حصل؟ لعبوا سان داونز، كل هدف يسجلوه في بروسيا دورتموند كان يحتفلوا على طريقه ناصر منسي. الله لا هذا كتاب ما تكتب يعني طريقه ناصر منسي بقت طريقه عالميه، طريقه الاحتفال اللي احتفل بيها ناصر منسي اللي هو الطريقه اللي على كفيه دي بقت طريقه عالميه. قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ عايز تقول لي ان نادي الزمالك ده في السنين اللي فاتت دي لا كان بياخد فلوس بوتيكات ولا كان عنده ايرادات؟ امال كنا عايشين ازاي؟ لا كان في برضه يعني احنا جه فتره كان الشيخ تركي آل الشيخ دفع مبالغ كويسه للنادي وفي نفس الوقت احنا كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ. يعني في فتره ما كانوا عايشين
ايوه قلتش حاجه انا بقى، ده هو اللي بيقول. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. انا بتكلم فني، ولما اتكلم فني يا كابتن انا والله العظيم الحمد لله يعني رقم واحد في مصر فني. انت بتكتب ليه يا عم انت؟ بيكذب، ده بيكذب. سألوا سباليتي ايه اللي ناقص صلاح عشان يبقى لعيب كبير؟ قال لهم ايه؟ قال لهم انا نفسي يبقى عنده الكاركتر والشخصيه بتاعت ميدو في الملعب. قال لهم كده على الهوا. ماشي. انت ما تقولش شيكابالا ومحمد صلاح، لا شيكابالا على طول كمهاره ككل حاجه، مفيش مقارنه. اسال حضرتك سؤال كمدرب هتدرب نادي الزمالك. اسال يا حبيبي. ايه خطه 4-1-3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها؟ انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب، هكسب ناقص واحد. حضرتك بتقول 4-1-3-1 يعني هتلعب ب9 لعيبه. يا عيني ده اتصدم. لا هو يمكن هو قصده 4-1-2-1 قصده كده يعني، او 4-1-4. انت كنت بتلعب بطوله 2 راس حربه صح؟ لا ده في الماتشات اللي بره، انا بنقول 4 دواره في خط الدفاع. تمام. واحد ديفندر يبقى دي 5 و3 يبقى كام؟ 4-1-3 4-1 ادي 5 و3-1 ادي 9 صح؟ 4-1-3-2 صح؟ انت عايز تلعب بديفندر واحد. بديفندر واحد. انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ ايه اكتر حاجه كان نفسك تعملها مع نادي الزمالك وما عملتهاش؟ اخد بطوله افريقيا مع الزمالك. ليه عندت؟ هي عندت، ده انت كانت قريبه قوي في صن داونز. بس على الورق هنا ما كانش ينفع ناخد بطوله بالحجم ده باللي احنا كنا بنعمله ساعتها. ايه بقى؟ رحت ساعتها كنا رايحين ب 14 لعيب 14 لعيب، منهم 2 قاعدين في الاوضه بيشيشوا، فالبطوله دي اللي هتاخدها. الحشيش تمام؟ حاجه قوي زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. بتقول ايه؟ احنا على الهوا. يا دي الفضايح يا دي الفضايح يا دي الفضايح. ايوه ما انا بقول لك كابتن رضا، ندمت انك اشتغلت مدرب؟ مصر خسرتنا يا سيدي، ده انت خسارتك مكسب. والله العظيم يا اسلام مصر خسرت. الحمد لله الحمد لله. تمام مروح. يعني دراسة لسه معمولة السنة دي ان اكبر شعبية لنادي مصري في كل دول الخليج نادي الزمالك بفرق كبير. لا بفرق كبير. ده سمسار مراكب وأباني ووكيل أعمال وسائط توجيهية، يعني شهر عقاري متجول. اتفضلوا معايا. والشركه دي لما جت طبعا هنعلن في الوقت المناسب، وانا الحقيقه فرحت لان هم كانوا جايين لي بدراسات وارقام هم عاملينها، مش اللي هي الدراسات اللي هي بتتعمل ان الناس بتعملها اللي هم دول كل واحد يصحى الصبح يزود 10 مليون زي ما هو عايز. لا فعلا دراسات حقيقيه. راجل مثقف ومستوعب الاشياء وقاري. هو انت كنت بتدرب ايه يا كابتن رضا؟ وانت مالك ادرب ولا ما ادربش؟ انت مالك؟ انت هتلاقي حد تدربه اصلا. ماشي مش هدرب حد لان اصلا فكري ما يمشيش مع اللعيبه اللي زيك. انت كنت لسه بتقول اول امبارح باين المدربين كلهم هجاصين وانت اول واحد. طب ما كويس والله يا كابتن. مش مشكله هجاصين، ما هو كله بيهجص على كله. انت معترف. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه، وكل واحد حر في نفسه. انا بتكلم ازاي كويس. الكابتن رضا عبد العال الفنيه ليك لو عايز تعلق عليها من الناحيه الفنيه. بقول لك ايه يا زين، هو لو بيتكلم اصلا فنيا هنعرف نرد عليك. انت ما بيعرفش لا فنيا ولا مش فنيا، ده بيقعد يقطع في الناس ويخبط في الناس لانه بيتسلى وبيجيبوا الناس بيجيبوه عشان يتسلى على الناس كلها. بس هو ده الموضوع، لا عاجبه ده ولا عاجبه ده ولا عاجبه ده. انت وطارق حامد ما واحد يدافع والتاني يقابل. انا ما بلعبش مع طارق خالص اصلا، انا اللي كنت بلعب وبعد كده طارق لعب. ما بلعبش انا وطارق جنب بعض. مظبوط. وحضرتك مش مركز ومش متابع اصلا. يا عيني ده اتصدم.
يقعد يقطع في العالم كله ويمسك الناس كلها يهريها وده مش عاجبه وده مش عاجبه. ما كانت بسطرمه ماشي تقطيع في الناس كلها، وبعدين في الاخر يقول لك كلهم هجاصين وانا اول الهجاصين. امرنا لله بقى. يا ابراهيم انا لسه ما اكلتش يا ابراهيم. يا نهار ابيض. ابراهيم يا كابتن رضا انت لسه معاه؟ يا ابراهيم بقى انت بتقول عشان هجاص وبقطع وبتاع بسطرمه وبتاع يا ابراهيم. انت عندك مفاجأة لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو موضوع بمنتهى الصراحة والوضوح. ان جون ادوارد ومع بعض العلاقات الاخرين مع بعض اصدقائه منهم محمد جمال العاصي بدأوا يتعاملوا مع الفريق الخاص بكريستيانو رونالدو، والراجل يعني ممكن يكون مساهم في نادي الزمالك. شركة الكرة في نادي الزمالك حال تأسيسها كريستيانو رونالدو ربما يكون الرجل من المساهمين الكبار جدا واللي يعني هيضخوا فلوس في نادي الزمالك في الفترة اللي جايه. فده خبر مهم جدا، يعني اذا حدث ان الراجل عايز يدخل شيء شراكه او يبقى من المساهمين في شركه الكره في نادي الزمالك، وده خبر يعني حصر لجماهير الزمالك. اعتقد هتفرح جدا بهذا الخبر. بقول لكم ايه؟ يلا نزيطوا. لان كريستيانو بيساهم بيضخ فلوس كتير جدا، اضافه ان هو طبعا اكيد عنده رؤيه وعنده فيجن في موضوع الاداره الرياضيه، والراجل عايز يشتغل على هذا النسق الفتره المقبله. يا لهوي يا لهوي يا لهوي الباص مش عارفين يبصوا. كنت بتلعب مع كابتن رضا عبد الحميد. ده محاضرة ايه؟ هو كان بيكلمنا في حاجة مفيش محاضرة. لا ما كان في محاضرة والله. بيقول التشكيل يقول لك ايه؟ يلا اتكلوا على الله. انت عارف تمرينه كان ايه؟ يجي من القاهرة قسما بالله يسخننا 5 دقايق، يعمل فرقتين، فرقة تسخن 5 دقايق والفرقة دي تسخن 5 دقايق، تمام؟ تقسيمة ربع ساعة، يلا شكرا خلاص. كل يوم على الحل. يوم ما تعبنا قوي جرينا 3 لفات فتحات وخلاص كده انتوا محملين. هو يفضل قاعد بيشرب بالعصير بره وكان بيقعد يتفرج ويضحك يقعد يهزر يقعد يهزر ويلاغي ولا في دماغه حاجه. لا يا راجل اقسم بالله زي ما بقول لك انت صادمني والمصحف مش زي ما بقول لك. والله انت صادمني. اقسم بالله ما عمل اي حاجه ولا حتى تمرين الشوط. انا هبطنا تالتة. هبطنا تالتة؟ ايوه كنا ممتاز. هبطنا وسابنا مش هو قال لك كل مدربين هجاصين وانا اول هجاص فيهم. ده حقيقه والله العظيم. والله ده هو هجاص قوي. طب انت ما حسيتش ان انت استفدت منه حاجه خالص؟ لا هزار بس. استفاد ايه؟ نكت وهزار. اقسم بالله استفدت منه بس قعده الحلو. وكان ياخدنا عنده في الشقه وبتاع. تقريبا كان في شيخ مصاحب شيخ كان ما اعرفش بيفك عمل. الشيخ كان بيجي له بالليل وبتاع قبل الماتش وبتاع. تقريبا كان بيفك له عمل ولا ايه والله العظيم زي ما بقول لك. وانا قفشت الحوار وبتاع ونخسر. يوم ما كسبنا كلم الشيخ بعد 11 ماتش بنخسر. الله يبارك لك يا شيخ. شيخ احنا نزلنا من الممتاز. يبارك لك يا شيخ. كسبنا ماتش الله يبارك لك يا شيخ. يا نهار قلت له غير الشيخ مفعوله مش قوي. مفعوله مش قوي. والله مفعوله مش قوي. الاداره هنا بتاعه نادي الزمالك تفوقت على الاداره بتاعه النادي الاهلي. ايه المشكله؟ نحاول ان هي اداره النادي الاهلي تتعلم من اداره الزمالك عملوا ايه، فكروا ازاي وخططوا ازاي بعد ما كانت الدنيا واقعه عندهم عشان ان هم يعملوا نفس النموذج في النادي الاهلي. بقول لكم ايه؟ يلا نزيطوا. يطلبوا يعملوا معايشه. يعملوا يعني والله يطلبوا يعملوا معايشه. ممكن اداره النادي الاهلي تطلب ان هي تعمل معايشه عند نادي الزمالك، ان هو يبقى يتعلم اصول الاداره الحديثه، لان في حاجات كتير اتغيرت في المفاهيم الاداريه الرياضيه، فاعتقد مش عيب ان انت تتعلم. يا عم انت مبرشم ولا في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ دارس ايه انت؟ بتقول ايه انت؟ ده مره واحد عضني والله العظيم اقسم بالله عضني. ده كان بيلعب في الاتحاد. في الاتحاد اسكندري. ها تقول لا خلاص ما تقولش اسم. اقسم بالله عضني. عضك؟ اقسم بالله عضني قبل ما الكره تجيني. وهو احنا واقفين لسه الكره كانت عند اشرف قاسم وانا لسه هبدا اتحرك، قام جاي ماسكني كده وعضني من الحته دي. عملت ايه بقى؟ صوت. هعمل ايه؟ عضه كانت جامده. ده علمت بقت عامله كده. عملت له ايه بقى بعد كده؟ هعمل له ايه؟ ده كان بغل، كان عامل زي التريلا.
والله والله يعني اروح اضربه ده يموت. بجد يا ست مشترك، رونالدينهو انتوا كلمتوا رونالدينهو؟ في اتفاق هيجي جاي ان شاء الله. جاي بجد؟ ان شاء الله والله العظيم. انت هتحب اجيب لك اوباما؟ لا بجد رونالدينهو جاي؟ في لي وكيل واتفقنا معاه وجاي، واحنا في دبي يكلمه وجاي خلاص. ربنا يسهل، هتحاولوا ان انتوا تتفقوا معاه؟ ان شاء الله بامر الله باذن الله. طيب رونالدينهو طالب مبلغ كبير، انت بتبص لرونالدينهو ازاي؟ الاعلانات لما يجي فانيلته دي بيجيب كام؟ بكام؟ يعني طب هل هي دي المفاجاه؟ لا بتكلم جد. لا والله لا ما فيش مفاجاه اكبر من رونالدينهو. لا شوف، انا في مفاجاه لسه محضرها لجمهور الزمالك، ومفاجاه لعيبه الزمالك يوم الجمعه رايح اقولها لهم باذن الله ان شاء الله. مفاجاه لعيبه الزمالك؟ قبل الماتش رايح لهم يوم الجمعه ان شاء الله. هم بيتفائلوا بيا لما بروح المعسكر قبلها بيوم، وبيتفائلوا بفندق معين. كلنا رايحين باذن الله، معايا مجلس اداره المحترم ان شاء الله. اعمل لهم مفاجاه واحنا موجودين معاهم ان شاء الله. على فكره انا قلت ان رونالدينهو بدا حياته في مصر، يعني عارف مصر تمام. لانه 97 كان لعب في كاس العالم للشباب تحت 17 سنه لما اتلعبت كاس العالم. يعني رونالدينهو ممكن بيجي. ربنا يسهل، احنا اتكلمنا واحنا في دبي وربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. وزي ما قلت لك الفانيلا بتاعته، الاعلانات، يعني احنا شغالين احتراف. انا عايز اسال جماهير الزمالك، وعايز اقول لجماهير الزمالك اللي حاول يشوه مرتضى منصور ومرتضى والقضايا والمشاكل. طب اديكوا شفتوا مرتضى منصور لما فيش مشاكل مع مجلس متعاون جدا، صحيح. فشغالين.